مرحبا. إذا كان الوقت عندكم الصبح فأقول لكم صباح الخير، وإن شاء الله صباح كله سعادة وخير وبركة إن شاء الله. وإذا كان مساء فأحب أقول لكم مساء الخير ومساء العافية عليكم جميعا، وأتمنى لكم أحلام سعيدة مقدما. في فيديو اليوم سويت رولات اللحم المحشية بالبيض المسلوق. وصفة أو وجبة غداء كلش طيبة وبنفس الوقت سهلة، ما تحتاج إلى أي مجهود. يلا خلينا نبدي بطريقة العمل. أول شي راح أبدي بتحضير اللحم والمواد اللي راح أضيفها إلها. هنا عندي بصلاية واحدة متوسطة الحجم، خليتها بمحضرة الطعام وضفت لها نص باقة بقدونس وأثرمهم زين. تصير ناعم بس ما تنمرد، أريدها بهذا الشكل، هذا الشكل كافي. هسا أضيفها على اللحم. اللحم عندي باونين من اللحم البقري بنسبة من الدهن، أضيفه إله وبعدين أضيف التوابل. بعدين أضيف رشة ملح، الملح حسب الرغبة، والتوابل هم كلها حسب الرغبة مثل ما تحبون، الكميات اللي تحبوها. هنا خليت رشة من الفلفل الأسود، وأخلي ملعقة كوب من باودر البصل، وملعقة كوب من باودر الثوم، وأضيف تقريبا ملعقة صغيرة من برش جوز الطيب، طعمها يكون كلش طيب باللحم. وبعدين أخلط المواد زين مع بعض. هاي هنا اللحم صار جاهز، اختلطت المواد زين مع بعض. هاي هنا قسمت اللحم إلى قطعتين، حضرت قطعة واحدة وهسه دا أسوي الثانية. أفرش اللحم على شكل مربع أو مستطيل، يكون بسمك مناسب، ما ثخين كلش ولا خفيف. وهاي تحت طبعا فرشت ورق البارشمنت، وهذا الثخن زين. وأنا حضرت بيض سلكته سلك كامل، وهسه أبدي أخلي أرص البيض على جهة واحدة، وأبدي أبرم اللحم وأسويه على شكل رول، وأضغط زين وأبرم إلى أن أكمل لف اللحم كله بحيث يصير قطعة واحدة، رولة واحدة، وألفها زين بورق الفويل، وأضغط من النهايات، أغلقه بشكل جيد حتى من أسلقه بالمي حتى لا يفوت له مي. وبعدين طبعا ألفه بورق الفويل أو ورق الألمنيوم. وأنا محضرة مي، خليت مي بوعاء شوية يكون كبير يسع هاي القطع، دا يغلي. وهسه أخلي بيه هاي القطع مال اللحم، وأخليه تقريبا نص ساعة إلى أن ينسلق اللحم بشكل جيد. وبعدين أفتح الفويل من عنده وأخليه بالأوفن دا ينشوي أو يتحمر الوجه حتى يصير شكل حلو وطعمه هم يصير أطيب. هاي هسه دا ألفه بورق الفويل وأغلق النهايات بشكل جيد. هاي هنا عندي قدر على النار، خليت بيه هاي مي إلى أن يغلي، وبعدين خليت بيه القطع اللحم، الرولات اللحم. أخلي بالأول قطعة واحدة لأنه ما تسع الجدرية الاثنيناتهم، بس إذا كان عندكم جدرية أكبر تقدرون اثنيناتهم تخليهم سوا، وتخليهم تقريبا مدة نص ساعة إلى أن ينسلق اللحم زين مثل ما قلت لكم. بعدين ندخله للأوفن. هاي هنا بعد مرور نص ساعة استوى اللحم زين، خليته بالبايركس، وهسه ادخله للأوفن لمدة فد ربع ساعة إلى أن يتحمر زين من كل الجهات، وبعدين أطلعه وأخليه على درجة حرارة 400 فرنهايت 200 مئوية. هاي هنا بعد نتحمر اللحم من كل الجهات، نقطع على شكل حلقات ونقدمه مع الخضروات لوجبة غداء كلش طيبة وسهلة، ما تحتاج أي مجهود. هاي وصلنا لنهاية فيديو اليوم، لا تنسون الاشتراك بالقناة وتشجيع القناة بتعليق ولايك. شكرا جزيلا على المتابعة ومع السلامة.